السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. جورجينا زوجة كريستيانو رونالدو أهمها عدم ارتداء الملابس القصيرة وارتداء العباءة في الأماكن العامة، قواعد صارمة ستطبقها جورجينا صديقة رونالدو في السعودية. يتعين على عارضة الأزياء جورجينا رودريغز اتباع نمط معين أثناء إقامتها في المملكة العربية السعودية، حيث تتواجد رفقة صديقها البرتغالي الذي انضم حديثا لنادي النصر كريستيانو رونالدو. وفقا للموقع الإلكتروني للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، وبحسب ما رصدت صحيفة ماركا الإسبانية، فقد تتغير حياة جورجينا رودريغز وأبنائها خلال الفترة العيش داخل المملكة من خلال بعض القواعد التالية. يجب أن ترتدي جورجينا رودريغز عباءة أثناء تواجدها بالأماكن العامة، اتباع بروتوكول الشائع للأزياء السعودية، احترام الذوق العام في اختيار الأزياء، وتتجنب ارتداء الملابس الشفافة والقصيرة خارج حدود الأماكن المغلقة. ممنوع على جورجينا استيراد أو تناول كحول ومنتجات من لحم الخنزير منعا باتا. احترام عادات وتقاليد وتجنب تناول الطعام في الأماكن العامة خلال شهر رمضان، والذي يحل هذا العام بين شهر مارس وأبريل 2023. كسائحة يمكنها الحصول على تصريح خاصة لمشاهدة المعالم الطبيعية للمملكة العربية السعودية، ولكن غير مسلمة لا يمكنها زيارة الأماكن المقدسة مثل مكة والمدينة والأماكن التي تحتوي على مقدسات إسلامية ويقام فيها شعائر خاصة بالمسلمين فقط. جورجينا رودريغز أبدت احترامها للذوق العام في المملكة العربية السعودية منذ اللحظة الأولى التي وطأت قدمها على أرض المملكة، إذ التزمت صديقة لاعب النصر السعودي بارتداء عباءة في أول ظهور لها أثناء الحفل احتفال في ملعب مارسون بارك. وارتدت جورجينا العباءة والتزمت بالزي الخليجي في ظهورها العام، وكانت أول صورة تشاركها من داخل المملكة صورة وهي ترتدي معطفا من الفرو في إطلاق